راح اتكلم على طريقتين باتخاذ القرار. اتخاذ القرار بالطريقه المنطقيه اللي هو انا اشوف شنو الخيارات اللي عندي. كل قرار به سلبيات وايجابيات، اشوف شنو السلبيات وشنو الايجابيات، وبعدين ادرس الحاله مالتي باتخاذ القرار شنو راح تتاتى بعدين من نتائج. ماكو قرار بيرفكت مضبوط 100%، كل شيء به سلبيات وايجابيات، ادرسه حتى يصير يصير لي تجارب بالمستقبل. يزيد بن ثبيط العبدي هذا اخذ قرار جريء وسريع. هذا من اشراف الكوفه، من احباب الامام الحسين سلام الله، من اشراف البصره، من احباب الامام الحسين. بعد ما اجتمعوا في بيت ماريا العبديه بالبصره اللي اصلها كان مسيحي اهلها، وطته فلوس، ومن اهم انصار الحسين. قال لهم انا كون اطلع هسه، انا انتظر الحسين كون اطلع هسه، واخذت القرار. ولا حد يقول لي ندرس ونتاخر وراح ندرس الوقت والجهد والمال المحدوده عندنا. انا ذني كلهن ما اريدهن، راح اطلع والتحق بالحسين مكه الحق عليه. ولدي العشره، عنده ولد 10، ما انتظركم، اللي جاي هسه يطلع. يا بنتظر خل ماكو هاي نسوي نشكل لجان ونناقش الموضوع. قال لهم لا، هذا الموضوع ما احتاج افكر به، الحدث مالتي الحسين، بعد حسين مو راح تدفع ثمن هذا القرار مالتك بسايد افكت، اعراض جانبيه ومشاكل. قال له ايه اعراض جانبيه شنو؟ افقد حياتي، خل افقد حياتي اروح. فاجوا وياه اثنين من ولده عبد الله وعبيد الله، والتحق باطراف مكه مع الامام الحسين، واجا الى كربلاء واستشهد ولده امامه، ثم استشهد هو يزيد العبدي وراح.